يا ابني هو أنت لو قُلت كلمتين صح هيحصل لك مشكلة، لو قُلت الحق في مشكلة يعني، في مشكلة ممكن تحصل لك، يعني لا أنت واخد يعني التعليمات والمبادئ الاسم الأولاني بتاعك، ولا ليك نصيب من الاسم التاني، سبحان الله، أنت طول الوقت كاذب، أنت أكبر كذاب في الحياة، أي كلام وأي أنت ما بتخافش من ربنا؟ أنت ما بتخافش يوم كده لمّا تقف قدّام ربنا وأنت كل يوم بتكذب، كل يوم تطلع تكذب، كل يوم تطلع تكذب، هتقول لربنا إيه؟ يا ابني أنت مكتوب عند ربنا كاذب، الشخص اللي بيقعد يكذب طول الوقت ده، إيه الحلو؟ عشان تبقى ترند؟ طب ترند وتتشتم؟ طب يا سيدي بلاش مش هاخدك لحرام وحلال، هاخدك لإنك ليه تبقى شخص مهذّب، يعني ليه تبقى إعلامي مهزأ، صحفي مهزأ، ليه تبقى شخص مهزأ، الناس تدخل بس عشان تشتمك وتهزّقك وتجيب سيرة الأسرة يعني، ليه؟ إيه الحلو؟ كلام كدب ومش عارفة مين قال إيه، والأهلي فيه إيه، وإمام اعتذر مش عارفة لولا مين كلمه منين، أنت شخص كدّاب، كدّاب، وفعلًا، فعلًا العيب مش عليك، العيب على المجلس الأعلى للإعلام اللي سايبك تبرطع، سايبك تبرطع، أنت على مزاجه، أنت جاي على هواهم الناس دي، فسايبينك تبرطع. فعلًا خسارة فيك اسمك الأولاني والتاني، أنت لا تنفع في ينفع معاك اسمك الأولاني ولا التاني،